السلام عليكم الاخوات الغاليات، نتمنى نلقاكم هذا الفيديو باحسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. نبداو الفيديو ديالنا بالصلاه على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صليوا عليه حتى نتوما. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الغريبه كتجي غزاله، واهم حاجه المقادير ديالها بساطين بزاف. ندوزو المقادير بسم الله. عندي هنايا ساشيه ديال الفاني، 2 خمارات غادي نحتاج وحده ونص، وكاس ديال الزيت، وكاس ديال السكر سنيده، وكاس ديال الزنجلان اللي محمر ومهرمش، وكاس ديال اللوز حتى هو محمر ومهرمش. وعندي هنا 400 غرام ديال الدقيق ما يعادل 4 الكيسان، والعبار دائما بالكاس ديال العنبه. وبالنسبه للزبده عندي هنا نص ربع اللي هي 125 غرام بالنسبه للناس اللي بغاو يعبروا بالميزان. صافي درت داك الزبده والفاني والسكر والزيت، وغادي نخلط مزيان حتى ينسجموا هاد المكونات مع بعضياتهم، حتى كيولي الخليط ديالنا بحال كريمي، كيولي الخليط ابيض، كيذوب داك السكر وكتذوب داك الزبده. بالنسبه للزبده انا استعملت هنا الزبده ديال اكل ديال البوطه، وانتم تقدروا تستعملوا اي زبده كتستعملوها في الحلوه ديالكم، ما كاينش مشكل. اهم حاجه هما احترموا يعني المقادير. وكتجي هاد الغريبه هادي والله العظيم كتجي فنه. صافي هنايا كيفاش شتو خلطت مزيان تنسجموا مع بعضياتهم. درت داك الزنجلان واللوز. بالنسبه للزنجلان كضربوه غير ضربه ولا جوج ضربات في المولينيكس، المهم فاش ما طحنتوه باش كيبقى شويه كيبقى صحيح وشويه كيتهرمش، ما طحنوش بزاف باش كيجي لنا باين في الغريبه ديالنا. وكتجي فيها داك ملي كتاكلوها كتحسوا بداك المذاق، كتحسوا بالمذاق وحتى القرمشه ديال اللوز والزنجلان. صافي هنا كيفاش زيتو حرشيشه ديال الملحه. وهنايا كنضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق كنبقاو نضيفوه بالتدريج. صافي دابا هنا غادي نستعمل يدي باش هكذا كنتحكموا في الخليط ديال الحلوه ديالنا. صافي وغادي نبقى ندخل فيها الدقيق مزيان حتى نحصل على القوام اللي بغيت، وديك الساعه نرجع معكم باش بلا ما كنطول عليكم فيديو طويل ويجي ممل. هكذا كنعطيكم غير اللقطات المهمين واللي ضروريين، اما بالنسبه للخلط كلشي كيعرف يخلط. صافي خلطها هنايا مزيان كيف ما قلت لكم. هنايا احتاجت لي 4 الكؤوس ديال الدقيق اللي هي 400 غرام ديال الدقيق. هذا الحبار هذا كيجي مضبوط هو هذاك. تقدر الا الدقيق كيشرب يعني ما يشد لكم واحد 2 معالق ديال الدقيق ولا 3. صافي دابا هنا كنكورها بهذا الشكل هذا. بالنسبه للشكل يعني كتشكلوها كيف ما بغيتو، يا اما كبر على هيدا ولا قد هيدا ولا صغر على هيدا، كيبقى لكم الاختيار. هي قد ما كبرتوها قد ما كتجي الغريبه كتجي مزيونه وكتجي فنه. المهم انا درتها بهذا الحجم هذا. غادي نكملها كامله ونرجع معكم. صافي دابا هنايا كملت الحلوه ديالي، شاط لي هنايا واحد شويه من بعد وغادي نزيد نعملو شي لاطه اخرى. دابا الفرن عندي سخون مزيان، غادي ندخلها، غادي نطفي عليها من التحت ونشعل ليها غير من الفوقي. ملي تفكع داك الساعه نشعل عليها من التحت. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الغريبه ديالنا اليوم. هانتوما كيف ما كتشوفوا كتجي فنه، كتجي مشققه، واهم حاجه كتجي هشيشه كتذوب في الفم. والمذاق ديالها والله العظيم البنات ماشي غير كنشكر عليكم، كيجي فيها واحد المذاق خاطر بزاف. ونسيت هنايا انا ما درتش فيها القرفه. ضروري انكم ديروا واحد معلقه صغيره ولا نص ديال القرفه، حتى هي كتواتر بزاف مع هاد الغريبه هذه، كيجي المذاق ديالها فنيون. انا الصراحه ديما كنديرها، ما عرفتش هاد المره نسيتها، ولكن ماشي مشكل، واخا هيدا جات فنيونه ما شاء الله. وكنتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم ونكون خفيفه على قلوبكم، وغير جربوا هذه الغريبه الصراحه الله تستاهل انكم تجربوها. وعواشركم مبروكه وعيدكم مبارك سعيد، الله يدخلوا علينا وعليكم الصحه والسلامه ان شاء الله يا ربي. ونتلاقاو شي فيديو جديد الى كتب الله سبحانه وتعالى.